What are your views on Jerusalem? Is there any possibility of coming to an agreement about this problem? صاحب الجلالة إن القدس هي أصعب نقطة في مشكلة الشرق الأوسط وفي الصراع في الشرق الأوسط. فما هي وجهة نظر جلالتكم عن مشكلة القدس، وهل هناك أي إمكانية في حل هذه المشكلة؟ وجهة نظرنا أن عودة القدس إلى الإدارة العربية أمر حيوي في نظرنا، ولا يمكن أن نقبل بغير ذلك. Our view on this is that Your Majesty, peace in the Middle East, do you think there has been progress achieved so far towards a just peace in the Middle East? صاحب الجلالة، هل تعتقدون أنه إلى هذا التاريخ هل صار هناك أي تقدم نحو السلام في الشرق الأوسط؟ ما تم إحرازه حتى الآن هو أقل بكثير مما يجب أن يكون يعني. Do you think there are realistic prospects, Your Majesty, for a real peace, a lasting peace in the Middle East? هل تعتقدون جلالتكم أنه يوجد هناك أي أمل حقيقي في التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط؟ إن العرب قد أوضحوا بما لا يدع مجال للشك عن رغبتهم الأكيدة في السلام يعني. Your Majesty, there is much talk these days about the creation of a Palestinian state. Where should this Palestinian state be located? صاحب الجلالة، كثر الكلام الآن عن إيجاد دولة فلسطينية، فأين تعتقدون جلالتكم يجب أن تكون هذه الدولة الفلسطينية؟ يجب أن تشكل الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية. Your Majesty, what should the United States be doing in the Middle East that, in your view, perhaps it is not doing? What it should be doing, for example, about a Palestinian state? صاحب الجلالة، في نظر جلالتكم ماذا ينبغي على الولايات المتحدة أن تفعله بشأن إيجاد دولة فلسطينية، الشيء الذي إلى الآن لم تعتقدون أنها لم تفعله؟ والله هو المساهمة الفعالة في تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا ما يجب على الولايات المتحدة أن تقوم به يعني. Your Majesty, if there was another Middle East conflict, a war, would there be another oil embargo of the West? صاحب الجلالة، لو كان هناك حربا أخرى في الشرق الأوسط، فهل سيكون هناك حظر جديد للزيت عن الغرب؟ نحن لا نرغب مطلقا في فرض حظر للبترول ضد أحد، ونرجو أن لا تضطرنا الظروف مرة أخرى لعمل شيء لا نرغبه. Your Majesty, what is your view of the American threats concerning an oil embargo, if an oil embargo were to come into effect? صاحب الجلالة، ما هو رأي جلالتكم حول التهديد الأمريكي حول ما إذا كان هناك حظر جديد للزيت؟ لقد أوضح لنا المسؤولون الأمريكيون على جميع المستويات أن ما ينشر في الصحافة العالمية هو ضد السياسة الرسمية للولايات المتحدة ولا يعبر عنها بشكل من الأشكال. ونحن لا نعتقد أن حكومة عاقلة ستورط العالم في خراب مدمر، ولا نعتقد أن مسؤولا أمريكيا يفكر في ذلك. Your Majesty, you have ambitious plans for the Kingdom of Saudi Arabia. What
sort of land do you wish this to be? How do you visualize Saudi Arabia in 50 years' time from now? صاحب الجلالة، إن لديكم خططا كبيرة للمملكة العربية السعودية ولتطورها، فما هو في وجهة نظركم كيف تتصورون المملكة العربية السعودية وعما تصبح عليه في مدى 50 عاما من الآن؟ قد لا يكون التطور الحادث مرضيا لطموحنا، ولكنه يتميز بأنه مدروس وأنه أقصى ما يمكن تنفيذه عملا. ونحن نريد أن تكون هذه المملكة الآن وبعد 50 سنة من الآن إن شاء الله مصدر إشعاع للإنسانية والسلام، يسكنها شعب مؤمن بالله يحتفظ بتقاليده المنبثقة عن تعاليم الإسلام والأخلاق العربية الأصيلة، ويبني البلاد على أسس راسخة من الإيمان والأخذ بالعلوم الحديثة الحضارية النافعة والتفوق في الصناعة والتكنولوجيا بعون من الله ومشيئته إن شاء الله.